السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول باراجرافات اللي موجودة عندنا في المنهج الترم التاني. هناخد وحدة، كل وحدة هيبقى فيها باراجرافين أو باراجراف المهمين أو الخلاصة اللي موجودة في الوحدة. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتناول الباراجرافين اللي موجودين في يونت 7 او في الوحده السابعه اللي هي اول وحده في الترم الثاني. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل اللي انا محتاجاه في الوحده السابعه هو باراجرافين، واحد بيتكلم فيها عن السبورتس الرياضه. يجي لي اي حاجه تتكلم عن الرياضه هنكتب الباراجراف ده. يجي لي اي حاجه بتتكلم عن ذا اولمبيك جيمز الالعاب الاولمبيه هنكتب الباراجراف ده برضو. يجي لي اي حاجه بتتكلم عن ذا هيستوري اوف سبورت تاريخ الرياضه هنكتب برضو الباراجراف ده. يعني ثلاث عناوين هنكتب فيهم نفس الباراجراف ده. طيب يبقى انا زي ما قلت عندي في الوحده السابعه باراجرافين اتنين. الباراجراف الاول بيتكلم عن لا اما الرياضه عموما، لا اما يتكلم عن الالعاب الاولمبيه، لا اما يتكلم عن تاريخ الرياضه، او هيكلمني على محمد رشوان، الشخصيه اللاعب محمد رشوان. ده باراجراف لوحده. طيب تعالوا نشوف لو جالي عن الرياضه او الالعاب الاولمبيه او تاريخ الرياضه هنقول ايه. انا كاتبه طبعا جمل كتير بحيث انتوا لو عايزين تختاروا بس ايه، يعني مثلا ادا كده زي ما انتم شايفين من سايبه مسافه وبعدين بدانا نكتب. خلصنا الفكره وقفنا لغايه هنا، يبقى لو انا هاخد الباراجراف اخده على بعضه. طيب خلص الفكرة الأولى أخد الباراجراف التاني أهو، دخلت أهو فقرة تانية أهي داخلة فيها وسايبة مسافة وهبدأ أكتب لغاية لما تخلص لغاية هنا. وده ده الفكرة، دي فكرة تانية، فكرة تالتة، وهكذا. فاحنا لو عايزين ناخد جمل كاملة عشان إيه يبقى الجمل صحيحة. طب تعالوا نشوف الباراجراف عبارة عن إيه. بيقول لي إن سبورت الرياضة is very important. الرياضة بتكون مهمة. that is the fact، هذه هي حقيقة that we all agree، كلنا بنتفق عليها. سبورت الرياضة has been part of human life، هي جزء من حياة البشرية. In ancient times، في العصور القديمة people competed to show strength. الناس كانت بتتنافس ليه؟ علشان تعرض strength القوة، speed السرعة، and skill المهارة. For example، على سبيل المثال the Olympic Games الألعاب الأولمبية began in Greece، بدأت في اليونان. طيب ادي أول فكرة أو المقدمة بتاعتنا. تاني حاجة هنبدأ نتكلم عن إن the Olympic Games are the most famous، هي من أشهر سبورتس الرياضات، event الأحداث الرياضية in the world في العالم. they are held، هي بتقام every 4 years كل 4 سنين in different countries في بلاد مختلفة. athletes come together to compete، اللي هم اللاعبين الرياضيين بيلتقوا مع بعض to compete يتنافسوا in many sports في رياضات متعددة. طب نيجي بعد كده الفكرة اللي بعدها. بيقول لي the Olympic flag، بدأ يكلمني على العلم بتاع الأولمبيات. قال لي with its 5 rings، عبارة عن 5 خواتم. represents بتمثل the 5 continents القارات الخمسة اللي هم مين؟ أفريقيا، آسيا، the Americas اللي هم الأمريكتين الشمالية والجنوبية، عشان كده حطينا اس في الأمريكاز، أوروبا and أستراليا واستراليا. of the world united in friendship، بيتحدوا في صداقة. يبقى الرياضة دي خليتهم يتحدوا في شكل صداقة. the Olympics الألعاب الأولمبية are about winning medals، هي عبارة عن الفوز بميدالية. teach the values، وكمان ايه؟ تعلم قيم of excellence للتفوق، respect الاحترام، and friendship والصداقة. athletes اللاعبين الرياضيين compete بيتنافسوا fairly بعدالة، respect باحترام their opponents، and celebrate وبيحتفلوا achievements بإنجازاتهم together معا. Egypt joined the modern Olympics since، مصر اشتركت أو التحقت بهذه الألعاب الأولمبية since 1912 and has won medals in weightlifting، وفازت بالميدالية في رفع الأثقال. طيب وإيه كمان؟ wrestling والمصارعة and judo ولعبة الجودو. to sum up باختصار the Olympic spirit reminds us
روح الألعاب الأولمبية بتذكرنا that sport can bring people، إن الألعاب أو الرياضة ممكن تأتي بالناس from different countries، من بلاد مختلفة، cultures وثقافات مختلفة and languages ولغات مختلفة together تجمعهم مع بعض in peace في سلام. بكده نكون خلصنا مع بعض الباراجراف بتاعنا اللي بيتكلم عن السبورتس، سواء اتكلم عن السبورتس الرياضات، اتكلم عن الاولمبيك جيمز الالعاب الاولمبيه، سواء اتكلم عن ذا هيستوري اوف سبورت تاريخ الرياضه، هنكتب نفس الموضوع ده. ممكن ناخده كله على بعضه وممكن ناخد منه فقرات بحيث يبقى سهل عليكم كتابته. ده اول باراجراف معانا في الوحده السابعه. تعالوا نشوف الباراجراف التاني. الباراجراف التاني بيكلمني عن محمد رشوان. مين هو محمد رشوان؟ قال لي محمد رشوان is a very important and famous person، هو شخص مهم ومشهور in Egypt في مصر. This is the fact، دي المقدمة بتاعتنا. This is the fact، هذه حقيقة that we all agree، كلنا بنتفق عليها. محمد رشوان بقى reached، وصل the judo final، نهائيات الجودو against a strong Japanese opponent، قصاد خصم ياباني. many people said رشوان، كثير من الناس قالت ان رشوان had the chance، عنده الفرصة to attack his rival's weak point، يهاجم المنافس بتاعه في نقطة ضعفه to win the gold medal، عشان يفوز بالميدالية الذهبية. he chose، محمد رشوان اختار to compete، ينافس with honor، بشرف. he refused، رفض to take advantage، ياخد الميزة of his rival's injury، ما يحاولش يفوز عليه في الجرح بتاع خصمه. the Japanese people، الشعب الياباني gave محمد رشوان، أعطى لمحمد رشوان a special award، مكافأة for his great sportsmanship، عشان روحه الرياضية. to sum up، باختصار sport isn't just about medals، مش بس خاصة بالميدالية أو بالميداليات. it is also honesty and respect، الأمانة والاحترام can make someone a true champion، تخليه فعلا هو البطل الحقيقي. بكده نكون أخدنا مع بعض الباراجرافين المهمين في الوحدة السابعة، بيتكلموا عن الرياضة، وخدنا مثال عليها محمد رشوان كمان كشخصية رياضية. لو جاء لك اتكلم على شخصية رياضية ممكن برضو نتكلم عن محمد رشوان. بكده نكون خلصنا باراجرافات الوحدة السابعة المهمة. إن شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم عن باراجرافات الوحدة الثامنة. دمتم في أمان الله.